حرصت نورا فتحي على أن تهدي جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيف هدية تذكارية بعد مباراة المركز الثالث بين منتخبي كرواتيا المغرب، والتي انتهت بفوز كرواتيا بهدفين مقابل هدف. من حفل ختام كأس العالم. أجواء حفل ختام كأس العالم 2022 في قطر. الشعر العربي حاضر بقوة. نورا فتحي تهدي جياني إنفانتينو حذاء. والتقت نورا فتحي برئيس الفيفا على هامش المباراة بين المغرب وكرواتيا، وأعطته هدية تذكارية قام بفتحها ليتضح أنها حذاء رياضي. جياني إنفانتينو أبدى إعجابه الكبير بهذه الهدية وقال إنه جميل جدا، ولفت إلى أنه سيقوم بوضعه كذكرى على أحد مكاتبه. نورا فتحي تهدي جياني إنفانتينو حذاء رياضي. جياني إنفانتينو ونورا فتحي. وشارك جياني إنفانتينو صور مع نورا فتحي من استاد خليفة الدولي الذي استضاف مباراة المغرب وكرواتيا، وكتب شكر لنورا على ما قدمته مع الفيفا في هذه البطولة. نورا فتحي وجياني إنفانتينو. نورا فتحي في حفل ختام كأس العالم. وشاركت نورا فتحي مؤخرا في حفل الختام الذي سبق مباراة النهائي بين فرنسا والأرجنتين، وقدمت مقطعا من أغنية ليدي سكاي التي غنتها مع بلقيس ورحمة رياض ومنال. نروى فتحي صورة من استقرام غانم المفتاح يهنئ قطر باليوم الوطني وختام كأس العالم.